يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال. صباح الورد والفل والياسمين على حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كتير كتير. انا عارفه ان انا اليومين دول هأثر معاكم شويه في الفيديوهات، بس غصب عني بقى. انا حاسه ان انا اللي رايحه امتحن والله. انتوا شايفين الشقه كلها كتب. انا حاسه ان ولادي ثانويه عامه، بس هعمل ايه؟ امري الى الله. بصوا، عايزه اقول لكم ان انا تقريبا اللي بذاكر مش هما والله. فالمهم بقى النهارده قلت اهرب منهم شويه واشوف بقى طلبات بيتي وشقتي وحاجتي. انا من العيد يا جماعه والله حاسه ان في يعني كسل كده. حاسه ان احنا من اننا كنا متعودين بقى على الروتين بتاع رمضان ونطبخ بقى ونفطر بقى على الفطار اللي هو المغرب والكلام ده. يعني فاهمين، بناخد فتره شويه عما نتاقلم. المهم النهارده بقى قمنا، لا يلا بقى نقوم نشوف بقى اللي ورانا ونشوف شقتنا ونشوف دنيتنا، وكمان يعني نطبخ لهم بقى طبخ حلو النهارده الجمعه بقى فرصه كمان. بابانا قاعد معانا، ويعني يبقى القعده بقى حلوه ان شاء الله كده، ونريح شويه من المذاكره لحسن ده. بصراحه انا اصلا شخصيا اتخنقت، يا مسهل بالعشر ايام دولت عشان نخلص. المهم اول حاجه بقى خالص فتحت شقتي كلها. شغلت بقى القران النهارده بقى الجمعه. عايزه اقول لكم ان اصلا اجواء يوم الجمعه بتبقى حلوه جدا. مسكت بقى طبعا اول حاجه خالص زي ما قلت لكم بقى فتحت الشقه. طبعا الجو اليومين دول فيه هوا شويه، يعني ممكن يكون شويه هوا كده بتراب، بس عايزه اقول لكم نسمه تحفه. انا النهارده فتحت الشباك وحطيت اللي هو البلكونه يعني، وحطيت بقى المروحه كده جايبه لنا كمان هوا من هوا البلكونه اللي جاي. كانت القعده جميله قوي. قلت بقى اشوف الشقه بتاعتي والدنيا بتاعتي وصلت لفين اليومين اللي احنا كسلنا فيهم دول. هنا طبعا الاوضه الكبيره، انا كنت على فكره يعني غيرت الملايه برضو قبل كده، بس انتوا عارفين انا بحب يعني اغير الملايات على طول تبقى نظيفه. برضو شلت بقى الملايه، وبصوا شلتها حطيتها على طول تتغسل، ما بسيبش حاجه بالذات الملايات عشان ما تتكسرش وتحتاج بقى ان انت تكويها. مسكت على طول دخلتها الغساله عشان انشرها. وهنا بقى طبعا يعني الفرو ده يعني حسيت ان هو على التسريحه بتبهدل بسرعه، فحطيته على الكرسي. حسيت ان هو كده شكله احلى. شايفين بقى الاوضه؟ على فكره انا كنت نضفتها من التراب، لان فعلا اليومين دول في شويه تراب كده. انا صحيت بدري بحيث ان انا اخلص دنيتي بدري. انتوا عارفين بقى، كل سنه وانتم طيبين. بما ان الساعه اتغيرت فجاه او في لحظه هتلاقي العصر جدا، وهتلاقي الدنيا معاكي جرت بسرعه. المهم طبعا دي بقى الاوضه الكبيره خلاص نضفتها، وكمان كنت نضفت الاوضه بتاعه الاطفال، بس يعني اتاخرت شويه عما نضفتها، عما هم بقى صحوا ويروحوا يصلوا وكده. وتعالوا بقى ايه نشوف بقيه الشقه. هنا كان بقى الصالون. بصوا هما يا ريتهم بيقعدوا في مكان واحد يذاكروا. انا من فرحتي بقى ان هم هيمسكوا الكتاب بسيبهم يقعدوا في اي حته. بقول لهم اقعدوا في اي حته، بس المهم ان انتوا تذاكروا. وفي الاخر والله العظيم بصوا، ولادنا يا جماعه عايزين حد يقعد جنبهم هما بيذاكر. انما لو سبتيهم بقى وذاكروا عم اعمل حاجه ولا كده ما بيذاكروش. ما مش عارفه، احنا يمكن زمان ما كناش كده. احنا كنا زمان ما حدش بيقول لنا ذاكروا، كنا بندخل نشوف مصلحتنا ونذاكر لوحدنا. لا، ان ما كنتش قاعده جنب ابني وبنتي وهم بيذاكروا والله ما بيذاكروا. مش عارفه يعني هيفضلوا معتمدين علينا لحد امتى. طبعا بقى شايفين كتب في كل مكان، في كل مكان يا جماعه كتب بشيل. المهم طبعا يعني مسافه بس ما شلت كتب وشويه كراكيب بس بسيطه كده صغنونه، الدنيا على طول بقت نظيفه. يعني الصالون عندي والسفره نضاف وكل حاجه. برضو يعني شايفين بقى يعني ما فيش شويه الكتب بس اللي شلتهم، ونضفت لمعت بس كده من التراب، والدنيا كلها رجعت زي الفل ونضيف. هندخل برضو على الانتريه بقى. شايفين انا بوريكم يا جماعه الملكه حتشبسوت ابني شحورها خالص. يعني انا بتهيألي ان هي لو كانت عايشه لسه وسمعت ابني يعني بيقول عليها، يعني بيقول لي اسمها ايه. قال لي ايه امبارح يا ربي؟ مش عارفه، قال لي حتشبسوت ولا مش عارفه، قال لي حاجه غريبه. قلت له هي لو سمعتك اصلا هو بيضحك هناك اهو. هي لو سمعتك اصلا يعني مش قادره اوصف لك هي تعمل ايه. المهم بصوا انا يعني بشوف البدع وانا بذاكر لهم، والله بشوف البدع. هنا بقى خلاص كانت عندي الدنيا خلاص نضيفه. عايزه اقول لكم بقى ان شويه هوا بقى بيكم المروحه دي. بصوا دنيا تانية خالص، شويه هوا تحفه. هنا بقى طبعا كنت خدت بقى ريست شويه، قرات قراني وصليت كمان، وخلاص بقى قمت علشان اشوف لسه ورايا ايه. نجيله الصناعه دي عايزه اقول لكم انها مريحاني جدا جدا جدا، مش مخليه عندي تراب اصلا في الشقه، لان طول ما البلكونه عندك نظيفه
بتحسي ان جوه الشقه نضيف. فهي حاجه بصراحه حلوه قوي، حتى لو مش لازم مثلا النجيله الصناعي دي، لو عندك مشايه، لو عندك موكيت مثلا، بس حاجات ما بتلمش تراب من تحت. يعني هو الميزه في النجيله دي ان هي ما بتعملش تراب من تحت، يا دوبك بس بعملها بالمكنسه وبلاقيها زي الفل، وكل فتره بشيلها برضو انضفها، وكمان امسح الارضيات وخلاص كده. كنسنا وخلصنا ونضفنا والدنيا بقت زي الفل. حبه البخور بقى الحلوين بقى ساعه صلاه الجمعه دولت ما يعلاش عليهم. حطينا بقى البخور وابخر شقته كلها، وزي ما انتوا شايفين بقى الشقه كلها بقت زي الفل، وهم كمان راحوا يصلوا وكده. خلاص اول حاجه خلصتها في اليوم بتاعي. بس بصوا بجد قومي تنشطي. القعده او الكسل على فكره مش حلوين، بالعكس انت لما بتقومي وبتشتغلي وبتشوفي اللي وراكي بتحسي ان الدنيا كلها نظيفه حواليكي، بتحسي ان انت نشيطه، عندك استطاعه تقومي تعملي كل حاجه. انا كنت يا جماعه زعلانه قوي بسبب ان رمضان خلص ومش قادره اتاقلم تاني، يعني يومين العيد بقى وكده، ومش عارفه اتاقلم تاني بقى ان انا اقوم ونعمل فطار والكلام ده. خلاص بقى احنا مجبورين ان احنا نتاقلم، وان شاء الله باذن الله عقبال بقى ما رمضان يجي لنا تاني. يعني كل سنه وانتم طيبين يا رب، بعوده دايما الايام تيجي لنا بخير ان شاء الله. هنا بقى طبعا شايفين بقى الشقه عامله ازاي، والدنيا تمام وزي الفل، وكمان غسلت الحمام والدنيا راقت وزي الفل. قومي بقى يوم الجمعه ده تقومي تخلصي فيه اللي وراكي كله بدري. جوزك بقى يجي من الجامع كده يلاقي الشقه نظيفه ومتبخره وريحتها جميله وريحتها حلوه. بجد بتبقى انا دي طقوسه عندنا يا جماعه، دي طقوسه عندنا ان احنا يوم الجمعه ده نقوم ننظف الدنيا. تخلصي اي حاجه وراكي، تظبطي دنيتك، تشغلي البخور بتاعك والقران. بجد بتبقى حاجات حلوه قوي. خلاص بقى الشقه بقت زي الفل وتمام. نقفل بقى الانوار بتاعتنا وخلاص كده بقى الشقه. يعني برضو انا حاولت ان انا اقفلها شويه عشان برضو لو في تراب بره في الجو ولا حاجه ما يدخلش الشقه كده. عندي الامن مستتب في الشقه. هندخل على طول بقى على المطبخ علشان نشوف هنطبخ ايه. هما يا جماعه طالبين ان انا اعمل لهم يعني اكلات بيحبوها، كل واحد ولا راي. انا يا غلبانه والله، والله انا غلبان. كل واحد عايز يطلب طلب، وكل واحد عايز طلبه يتعمل. المهم طبعا بقى بنتي كانت جايبه طبق كده حاطه فيه شويه بتاع ميه بصابون، عشان بقى عايزه تمسك الكوتشيات بتاعتها تمسحها. قلت لها بصي بقى انت تسلمي على نفسك، امسحي كوتشياتك براحتك. هنا بقى انا جبت فرخه. لو عايزه بصوا عايزه اقول لكم ان الفرخه دي كان فيها بركه. سبحان الله، هي البركه يا جماعه من عند ربنا، بجد البركه بجد بتبقى من عند ربنا. بس قبل اي حاجه بقى، قبل ما اكمل الفيديو، فضلا طبعا وليس امرا، انزلي بقى اضغطي لنا على اللايك. يعني هو اللايك يا جماعه انتوا كده بتعملوا معايا مجهود كبير قوي، مجرد بس انك تضغطي على اللايك بتعملي كده معايا مجهود كبير. ويا سلام بقى لو انت لسه جديده معانا في القناه ولسه ما اشتركتيش، اشتركي بقى في القناه عشان عيلتنا تكبر وتكبر. المهم طبعا ضغطت على اللايك. تعالى بقى نكمل الفيديو بقى. هنا عملت في طالب مني بانيه. فعلا انا ما عملتش بانيه من زمان، يعني انا كنت جايبه اصلا بقسماط من قبل رمضان وكده. انا ما عملتش بانيه بقى لي فتره طويله، يعني كنت بعمل اكلات تانية. فاحنا كمان كلنا بصراحه اشتقنا له. الصدر ده لو طلع من الفريزر هتتحكمي في تقطيعه اكتر، يعني هتقطعيه اخف من كده كمان، وهيفرط معاكي اكتر. لكن طبعا بقى هو لسه طازه، فانا حاولت اقطع على قد ما اقدر. يعني انا كده كتر خير قوي ان انا عرفت اطلع الشرايح دي. يعني لو انت مثلا عندك وقت او متسع من الوقت، لو حطيتيه في الفريزر شويه هيبقى معاكي احسن. هنا قطعته وكن بقى هقول لكم انا قسمت الفرخه 600 الف حد. عملت الصدر بانيه وعملت اللي وراك، وكان عندي ورك كمان في الفريزر طلعته. فخليت الثلاث اوراق دولت علشان اعمل لهم حمام كداب. ده طلب بنتي بقى وما اقدرش ان انا ازعلها. ودي بقى عندي بقى الاكتاف، الرقبه، اللي هي القنصه، الحاجات دي طبعا يعني فيها عظم وكده. فدي بقى انا هحطها تتسوى في صينيه الفراخ عادي. فشوفوا الفرخه ما شاء الله فرطت معايا جامد، يعني بجد بجد كان فيها خير. عايزه اقول لكم ان هناك كمان بعض اللحوم كده متقطعه صغيره برضو وانا بخلي الصدر طلعت، وكمان الكبدايه هقول لكم برضو دي انا هعمل بها ايه. المهم طبعا ستفت كل حاجه، البانيه في جنب. وده بقى البرتقال اللي احنا كنا فرازينه من زمان من زمان من قبل رمضان. بطلعه احطه مع الفراخ كده بيدي ريحه حلوه قوي. مفيش حاجه يعني بصوا حاولوا انتي ما ترميش حاجه. يعني بصوا مش عارفه اوصلها لكم، بس اي حاجه لها لازمه. عارفين مثل كده دايما ماما كانت تقوله، عينيني لما تلاقيني. يعني فاهمه الحاجه ما تفرطيش في الحاجه بسهوله. ادي قشر برتقال يعني الناس كلها بترميه، بينفع في اوقات معينه اهو. هنا بقى طبعا عملت حبيت ان انا ابشر البصله. بشرت بقى قيمه 4-5 بصلات حلوين كده، لان بقى هعمل بهم اقول لكم هعمل بهم انا خدت منهم طبق الوقت. يعني مش كله اللي بشرت عليه الطماطم وحطيت عليه البهارات، لا، خدت طبق الوقتي بصل مبشور بس.
وهعمل ايه بقى؟ بشرت على الباقي ده طماطم، وهحط بقى بهارات فراخ، وهحط 7 بهارات وملح وفلفل وكمان زيت وخل. دي بقى هتبل بيها الحاجات اللي عندي دي كلها، اللي هم الحمام الكداب اللي هي الاوراق المخليه، وكمان الصدور. بس انا زودت الملح شويه، لان طبعا انا بالكتير نص ساعه وهبدا ان انا اشتغل في الحاجات دي، فزودت الملح بحيث ان الحاجه تبقى شاربه، وتبقى كمان يعني فاهمين انتوا شاربه الحدق بتاعها وطعمها حلو. كده خلاص انا عندي بقى الاوراق، وعندي كمان البانيه كمان بتتبل. هشوف بقى انا مثلا يعني هيبقى لسه ورايا ايه. هو بصوا حاجه بتجيب حاجه، بس طول بقى انت شقتك بره نظيفه والدنيا نظيفه، وجوزي بقى قاعد وولادي بقى يذاكروا، بشتغل وانا نفسيا مرتاحه بقى. عارفين انتوا بقى ما تحسوا ان في حاجه كده اتشالت من عليكم. هنا بقى طبعا هنبدا بقى نشتغل على البوتاجاز. انا حطيت صينيتين، اللي انا حطيت زيت وحطيت والله معلقه سمنه بلدي، بس مش عارفه هي اللقطه ما جاتش ليه او اتمسحت. المهم حطيت برضو معاها معلقه سمنه بلدي. وهبدا بقى ان انا اعمل ايه، انزل البصل اللي انا بشرته قسمته نصين، في الصينيه دي وفي النص دي، بس الصينيه التانية زودت شويه. وهشوحهم بقى تشويحتين عشان اعصج هناك اللحمه. وهنا هعمل بقى ايه الكبده يعني عارفين قطع الفراخ اللي هي الصغننه المربعه اللي طلعت وانا بخليها. دي خساره طبعا ان انت ترميها، لان الفراخ يا جماعه بقت بسعر يعني اهي. شوفوا لمت معايا طبق قد ايه والله مع الكبده. هشوحهم لما يغيروا لونهم عشان اقول لكم انا هعمل بهم ايه. انا كان نفسي اجيب كبده كمان، بس هو اللي انا كنت بشتري منه ما كان والله خلص كبد، فاضطريت ان انا ايه ما يبقاش عندي الا كبده واحده. هنا بقى هحط خلاص هي غيرت لونها، هبدأ بقى احط الملح والفلافل بتاعتي. هحط 7 بهارات، وهحط فلفل اسمر، وهقلب بقى تشويحتين. وبالمره كنت حطيت ميه المكرونه. هناك كده الحله الحمراء ديت انا كنت عايزه احمر فيها الرز. طبعا الخلطه اللي انا بعملها الرز والكبد مع الفراخ المتشوحه ديت علشان الحمام الكداب. هنا خلاص بقى قلبتها خلاص، يعني فاهمين دايما علي النار عليها ما تهديهاش، عشان انا مش عايزاها تطلع ميه منها خالص، انا عايزاها تفضل على نار هاديه. انا حبيت النهارده المكرونه ما تبقاش بس كلها مكرونه اقلام اللي هي المكرونه الفرن، لا انا حبيت احط معاها مكرونه سباكيتي، يعني بتبقى خفيفه وبتبقى حلوه. هسلق بقى المكرونه واحمر الرز. وعندي اصلا خلاص البتاع اللي هو اللحمه المعصجه خلاص خلصت، وعندي الرز احمر. اوعي تعملي الرز في الوصفه دي ما يبقاش احمر كده، مش هيبقى ليه طعم ولا هيبقى ليه شكل اصلا. لازم تحمريه التحمير اللي انت شايفاه. هصفي طبعا بقى من اي زيوت الفراخ والكبده اللي عندي، وهشوحها وهضيف ميه وسنه ملح بصوت، لان ما تنسيش ان انا حاطه للكبده كمان ملح. وهسيبها بقى تستوي، يعني فاهمين 3/4 سوا كده مش سوا كامل. المهم خدتلي بقى معلقتين لحمه معصجه كده، وكان عندي سمبوسه قلت بالمره اعملها، يعني ايه المشكله؟ كده كده هحمر الزيت في البانيه، فاستغل الموقف يعني واعمل ايه سمبوسه. طبعا زي ما انتوا عارفين بقى بتقومي قلبينها قلبتين كده عاملين زي القمع، وتقومي بقى ايه حاطه بقى اللحمه المفرومه. وبعد طبعا لو في جبنه موتزاريلا بتديها كمان حلاوه، يعني الجبنه الموتزاريلا في اي حاجه سواء في المكرونه او في اي حاجه بتبقى جميله. بس والله بقى للحظ انا مخلصه النهارده جبنه موتزاريلا، فاللي عندنا يقضي كله حلو وكله زي الفل. المهم هكمل بقى. هو يعني ما عملتش كتير سمبوسه ولا حاجه، بس يعني حسيت ان ايه اعملها بتبقى جميله وولادي بيحبوها قوي. هعملها بقى اكملها، وبعد كده هدخل على اشوف انا لسه ورايا ايه. انا حبيت اعمل البانيه الاول، لاني بحب قوي ان انا لما اغلفه واخلصه ادخله شويه في التلاجة، بحس ان هو يعني ايه الطبقه اللي انا عاملاها او الكفر بتاعها بيمسك عليها. حطيت بقى دقيق، وحطيت معاه شويه بهارات ودوت نشا، وهحط ملح، وكمان هحط حبه انا بجيب دلوقتي بيكنج باودر. الخلطه دي بحطها كلها مع بعض مع الدقيق، وهقلبها بقى تقلبتين. ودي اول تبطينه انا هبطنها للبانيه بتاعي، بس هقلبها. بس انا كنت لسه ما حطيتش تقريبا الملح. هحط بقى الملح واقلبها مع بعض تقلبتين حلوين، وبعد كده بقى هشوف انا لسه هعمل ايه. بصوا مفيش حاجه صعبه، كل حاجه سهله. يعني مش مثلا انت هتعملي بقى كذا وصفه طول ما انت منظمه، وعلى طول بقى اي طبق عندي مش نضيف انا بغسله. كان المطبخ معايا بصراحه نضيف قوي. هنا بقى حطيت ملح، وحطيت كمان شويه بهارات، وهقلب برضو البقسماط كله. وبعد كده خلاص ما عادش بقى عندي الا الماده السائله اللي انا بقى هعمل فيها ايه. هجيب بيضه، وكمان هضربها الاول، لان طبعا لو ضربتها في اللبن ما بتتضربش كويس. وهحط لها برضو شويه فلفل وملح. ليه بقى؟ الحاجات دي لما بتبقى متبهره بتدي للبانيه طعم حلو قوي. هضربها بقى كويس، وهضيف عليها اللبن، ويبقى كده خلاص دي تغليفه البانيه بتاعي.
في ثانيه كل حاجه بتخلص، مفيش حاجه بتبقى صعبه والله ولا حاجه، مفيش اسهل من كده. يعني بصوا، ما تصعبيش الدنيا عليكي، دايما الحاجه تبقى سهله. دايما لما تحسي ان اللي عندك شغل كتير ولا حاجه، قولي لا ربنا بيعين وكل حاجه والله بتخلص. بشيل بقى البانيه من التتبيله وبحطه الاول خالص مع الدقيق والخلطه اللي انا حطاها فيه، وبعدين هضيفه في البيض واللبن، وبعدين احط البقسماط بس. مش عايزه اكتر من كده، ولا طبقتين ولا اي حاجه، هو كده بس وخلاص. ما يعني ما تزوديش اكتر من كده عشان الكفر بتاعها ما يبقاش كبير قوي وضخم، لا انا عايزه كفر بسيط مع اللحمه بتاعتي. زي ما انتم شايفين عملت واحده تانية برضو. انا عارفه انتوا كلكم شاطرين والله، بتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس ادينا بنتعلم من بعض برضو، واكيد بقى لسه في بنوتات لسه بقى يا جماعه متجوزين وكده عايزين يعرفوا الحاجات دي كلها. انا طبعا بطبطب عليها كده بحيث ان هي يعني اي فراغات ولا اي حاجه تتملى. خلصتها هغطيها بكيسه وهدخل بقى دي التلاجة براحتها على ما اخلص لسه الشغل اللي ورايا. هنا بقى قلت اعمل صينيه المكرونه لان كان البشاميل خلص، وبحب اشتغل في المكرونه البشاميل والبشاميل بتاعها سخن، ما اعرفش ما بحسش يعني ما بحبهاش انها تبرد وكده. هفرد بقى الطبقه الاولانيه من المكرونه. الاسباجيتي في المكرونه البشاميل بصراحه بتبقى حلوه قوي، يعني بتديها طعامه كده وخفيه. لا وبصوا تغيير، يعني تغيير عن الروتين اللي احنا متعودين عليه. فريت بقى اللحمه المفرومه وهحط بس معلقتين كده بشاميل، يا سلام بقى لو رشه جبنه موتزاريلا كمان تبقى حكايه. وهحط بقى الطبقه التانية. الميزه في صينيه المكرونه بتاعت النهارده ان طبقتها كانت خفيفه خالص بجد، مش تقيله بقى وسمك كبير وكده، لا كانت خفيفه خالص. انا حبيت اصلا ان انا ما كترش المكرونه بتاعتها كده بس. خلاص يا دوبك هضيف البشاميل بقى وهفرده على الصينيه، وكده عندي خلاص. ادي كمان صنف عندي خلاص خلص، مفيش حاجه يعني، فاهمين؟ حاجه ورا حاجه ورا حاجه بتلاقي الدنيا كلها خلاص خلصت. هفرد بقى البشاميل بتاعي كله واحطها بقى في جنب عشان انا اشوف لسه ورايا ايه. بشاميل خلاص خلصت. كنت انا على فكره برضو شغلت الفرن بحيث ان انا ادخلها في فرن سخن بحيث انها تخلص على طول. هنا كنت مقطعه فلفل الوان، وكنت مقطعه كمان طماطم وبصل وجزرايه، وحطيت عليها بهارات بقى وملح ودعكتها حلو علشان دي الصينيه اللي انا هحط فيها الحمام الكداب. في ناس بتعمله بشوربه بس انا دايما بعمله في صينيه. طبعا بقى الكتف بالرقب بالجناح، الحاجات دي حطيتها في الصينيه هتستوي عادي مع الحمام الكداب وطعمها زي الفل كمان عادي كانك بتسوي فراخ عاديه خالص. ده كمان ممكن تضيفي بطاطس بس انا ما حبيتش اضيف بطاطس، يعني الدنيا يعني كده حلوه قوي، الاكل كده حلو قوي. الرز بقى ده عايزه اقول لكم ان هو كان بالفراخ والكبد، والله يا ربي انا وولادي حبوه قوي جدا جدا، لدرجه ان هم قالوا لي في يوم اعملوه لنا، بس يعني اعملوا لنا رز كده بس. اعمل بقى الحمام الكداب ازاي؟ انت بتفرديه وبتحطه في قلب الرز، وبعد كده بقى بتلفيه على بعضه وبتبداي ان انت تلفيه بالخيط. في ناس بتعمله بخله السنان بس خله السنان ممكن تفتح معاك، انما اضمن حاجه اللي انا بعمله ده اللي هو بالخيط، بتلاقيه الدنيا اسهل خالص وبتلف بسهوله معاك. يعني زي ما انتم شايفين انا حطيت الرز في النص اهو. وعلى فكره لو الاوراق اكبر من كده الموضوع بيبقى احلى كمان، ده الاوراق مش كبيره قوي يعني صغيره شويه، فتعبتني شويه برضه عما لفت. هعمل التلاتة كده خلاص خلصتهم. هرش بقى رشة زيت كده بسيطة وهدخل بقى على البوتاجاز على طول، ما بتحتاجش ولا نقطة مية، هي ما شاء الله بتستوى منها لنفسها كده. شايفين بقى انا مغطياها. وهنا بقى بدأت ان انا خلاص كانت صينية المكرونة اصلا في الفرن وكانت خلاص الفراخ استوت، قلت خلاص احمر بقى. بدأت طبعا بالسمبوسة بقى قبل ما احمر البانيه. بقيت الرز على فكرة زودت له شوية مية ودخلته يعني يستوى تاني، يعني فاهمين، يا دوبك ترديدة بسيطة كده. هنا باخد بقى بالفرشه كده على وش من الصوص بتاع الفراخ على الفراخ ذات نفسها، بحيث انها اما تيجي تتحمر كويس وكمان ما تتحرقش مني. اللي بيشتكي يا جماعه من نشفان الفراخ في الفرن، لا ما لازم كل شويه لو انت حاسه ان الفراخ بتاعتك بتنشف، لا كل شويه طلعيها خدي من الصوص بالفرشه ادهني على وشها، هتلاقيها احمرت وفي نفس الوقت الفراخ عندك بتبقى طريه، لان في ناس ما بتحبش الفراخ بتبقى ناشفه. هنا بقى طبعا البانيه، بما ان البانيه يا جماعه طازه وكده، انتي ما تحمريش بقى تعلي النار تحمري بقى يعني فاهمين تحمير كده وخلاص، لا انا بحمر وبهدي النار بحيث ان انا ابقى متاكده ان هو استوى. هنا بقى كان خلاص الاكل بقى في نهايه صينيه المكرونه. عايزه اقول لكم انها كانت جميله 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 بجد بجد، يا ريتكم معايا وتدوقوها. هنا كمان الفراخ كانت خلصت، البانيه كمان كان خلاص خلص. بس كده خلاص الاكل بتاعنا تمام زي الفل وخلص. هبدا بقى ان انا اغرف. ما فيش حاجه صعبه، ما فيش حاجه خدت وقت ولا حاجه، والله العظيم ده كله كانت لسه بدري. يعني ما فيش حاجه عطلتني ولا حاجه. النشاط حلو لما بتقومي بدري وبتخلصي كل اللي وراكي،
بتبقى عندك كل حاجه سهله. المهم هبدا بقى ان انا اغرف المكرونه البشاميل، يعني كل واحد بقى فاهمين اللي هم بحب يعني اغرف بقى خرط كده، واللي يعوز كمان اجيب له، يعني فاهمين، بحيث ان الحاجه برضو ما تتبهدلش، لان ولادنا يعني فاهمين خرطه بتبقى حلوه ليهم قوي. الرز بقى اللي انا كنت طبخته او ان انا كنت خلاص رددته تاني، هفرده بقى وهبدا ان انا ارص عليه الفراخ. الحمام الكدام ده يا جماعه بيبقى تحفه، بتشيلي بقى الخيط ده وبتاكليه، بيبقى فاهمين لحمه كده بقى مع رز بقى مليان فراخ، لا بيبقى جميل قوي. دي بقى عندي الفراخ، على فكره الخلطه بتاعت الفراخ دي بتبقى حلوه، يعني ما بتترماش ولا حاجه، والله جوزي بيموت فيها فببقى احطها له برده في طبق وكده. ودي بقى السمبوسه والبانيه، وده اليوم بتاعنا. يا رب اليوم بتاعي النهارده يكون عجبكم. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انتوا بجد بجد اغلى حاجه عندي. بحب قوي انزل لكم فيديوهات غصب عني اليومين الجايين دولت بسبب بقى امتحانات ولادي وكده، انتوا عارفين ان هم لسه وكده، فبيبقوا عايزين ابقى واقفه معاهم في المذاكره وفي حاجات كتير، فاستحملوني. المهم ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. مع السلامه.